السعودي بخمسة مقابل ثلاثة، وبالتالي تمكن من توقيع 9 ديال الاهداف في هذه النسخة. اذا بعد قليل سيتم توزيع الميداليات صاحب الرتبة الثانية وصاحب الرتبة الأولى من أجل حمل الكأس. إذا أمامنا جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، السيد فوزي رجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وكذلك أمامنا متزبي رئيس الاتحاد الإفريقي، كذلك السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. إذن بعد قليل سنتابع توزيع الميداليات. أمامنا كريم بنزيما اللي كان حاضر في هذه المباراة رفقة فريق ريال مدريد الإسباني. عدد من الشخصيات العربية، كذلك رئيس فريق ريال مدريد سيد بيريز الحاضر كذلك في هذه المباراة النهائية. فريق الهلال السعودي لمسار كان مسار جيد، التأهل في الدور الربع النهائي أمام فريق الوداد بضربات الجزاء، بعد ذلك تأهل على حساب فريق كبير وفريق فلامينغو البرازيلي ب3 أهداف مقابل هدفين. إذا أمامنا كريم بنزيما أفضل لاعب في هذه المباراة. إذا أمامنا المهاجم الفرنسي وعميد فريق ريال مدريد كريم بنزيما. فريق روح الرياضية من فريق ريال مدريد الإسباني. فريق الهلال السعودي الذي يضم عدد من اللاعبين المتميزين، الارجنتيني لوسيانو فيتو وغوستافو، اللاعب لوسيانو لاعب الارجنتيني الذي سجل ووقع ثنائيه في هذا اللقاء وفي هذه المباراه. امامنا لوسيانو فيتو هداف فريق الهلال السعودي. الكره الفرديه للوسيانو فيتو اللاعب الارجنتيني السابق لستوديانتس ولفيا ريال، وكذلك يلعب لفريق اتلتيكو مدريد. أمامنا السيد فوزي رجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فيدريكو فالفيردي كذلك من المتوجين في هذا اللقاء النهائي. فالفيردي واحد من اللاعبين المتميزين يزور فريق ريال مدريد، والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللي غادي تسلم الكرة الذهبية وواحد من افضل اللاعبين ديال هذه النسخة وديال هذه الدورة، فينيسيوس جونيور اللي سجل ثنائية في هذه المباراة. اذا امامنا اللاعب البرازيلي، الكرة الذهبية لهذه النسخة للبرازيلي فينيسيوس جونيور اللي قاد فريقه فريق ريال مدريد لحصد هذا اللقب. إذا صورة تذكارية مع كل من فالفيردي وكذلك اللاعب لوسيانو فيتو. إذا أوروغواياني وأرجنتيني وبرازيلي، وبالتالي للاعبين لاتينيين اللي كيتألقوا في هذه الدورة في هذه المباراة النهائية. فينيسيوس جونيور اللي قدم مباراة جميلة كما قلت، نقاط فريق ريال مدريد للفوز باللقب. أمامنا طاقم تحكيم هذه المواجهة، الطاقم الإنجليزي تحت قيادة أنطوني تايلور، إلى جانب غاري بيسويك وآدم نيومين.
من الميداليات لطاقم تحكيم هذه المواجهه. كذلك لحكام الفار إيراتي ماسيميليانو من ايطاليا وفيبينغ من الصين. كذلك الحكم المغربي رضوان جيد اللي كان رفقة حكام الفار في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. كذلك نسبة كاترين من الولايات المتحدة الأمريكية. أمامنا الحكم الأمريكية نسبة كاترين، وكذلك الحكم المغربي رضوان جيد اللي كان حاضر في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء. وتشريف كذلك للتحكيم المغربي. إذا صورة تذكارية كذلك رفقة رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو، صورة للذكرى لطاقم تحكيم هذا النهائي. راح نذكر جياني انفانتينو سرع باش انه يكون حاضر في هذه الصورة، وهو كذلك تشجيع وتحفيز للحكام من اجل تقديم الافضل. اذا امامنا فريق الهلال السعودي تحت تصفيقات لاعبي فريق ريال مدريد، روح رياضيه كبيره. الهلال السعودي واحد من الفرق والانديه الكبيره على المستوى العربي وعلى المستوى الاسيوي. فريق اللي سبق له فاز ب 18 لقب على مستوى الدوري السعودي، 13 لقب على مستوى الكاس، 4 الالقاب دوري ابطال اسيا 91 2000 و2019 اللي كان امام اوراوا الياباني، والنسخه الماضيه امام بوهانغ الكوري الجنوبي. فاز بكاس كوس الاسيويه لقبين، كاس الممتازه الاسيويه، كاس افرو اسيويه لعب النهائي، وكذلك دوري ابطال العرب اللي فاز بلقبين 94 امام فريق الاتحاد السعودي و95 امام الترجي التونسي. فريق اللي كما قلت بانه الحضور ديالو كان حضور متميز كذلك في هذه النسخه وفي هذه الدوره. فريق الهلال السعودي 2019 اللي كان حرز على الرتبه الرابعه بعد الهزيمه ديالو امام فريق مونتيري المكسيكي، وخلال النسخه الماضيه فانهزم كذلك في تحديد الرتبه الثالثه امام فريق الاهلي المصري. كانت هزيمه بحصه 4 اهداف مقابل لا شيء. وخلال هذه النسخه يتمكن انه يكون وصيف للبطل، وبالتالي هي نتيجه ايجابيه لفريق الهلال السعودي تحت قياده المدرب الان اللي امامنا الارجنتيني رامون أنخيل دياز، المدرب الذي نجح في قياده فريق امامنا الارجنتيني رامون أنخيل دياز، المدرب الذي نجح في قياده فريق الهلال السعودي للمباراه النهائيه ولهذا العرس الختامي. امامنا رامون أنخيل دياز المدرب الارجنتيني. اذا الفريق الهلال السعودي ممثل الكره العربيه حديث مع رئيس بيريز رئيس فريق ريال مدريد. إذا بعد نسخة 2013 وحضور فريق الرجاء اللي واجه فريق بايرن ميونخ الألماني كانت الهزيمة بهدفين للا شيء، ثم حضور فريق العين الإماراتي أمام فريق ريال مدريد في نسخة 2018، الفوز لفريق ريال مدريد ب4 أهداف مقابل هدف واحد. نسخة المغرب 2022 فريق ريال مدريد يتمكن من الفوز على فريق الهلال السعودي ب5 مقابل 3 بحضور نجوم كبار، تواجد كريم بنزيما، تواجد لوكا مودريتش، تواجد كارفاخال، ألابا وباقي اللاعبين، كذلك توني كروس اللي تعتبر واحد من أفضل اللاعبين ديال فريق ريال مدريد، وكارلو أنشيلوتي. كارلو أنشيلوتي اللي يتمكن من الفوز باللقب للمرة الثالثة، اللي كيبقى اللي من بين افضل المدربين اللي فازوا باللقب، الى جانب بيب غوارديولا اللي فاز به مرتين مع برشلونة ومرة واحدة مع فريق بايرن ميونخ. الوقت اللي الاولى كانت 2007 بالنسبه لانشيلوتي مع فريق الميلان، و2014 مع فريق ريال مدريد، وهذه النسخه كذلك مع فريق ريال مدريد. هذوما المدربين الكبار وهذوما المدربين اللي دائما كيبحثوا على الالقاب وكيبحثوا على التتويجات. راه
رقم مهم بالنسبه لكارلو انشيلوتي، اللقب الان التاسع مع فريق ريال مدريد بعد تحقيق تقريبا كل الالقاب، دوري ابطال اوروبا وكاس ملك اسبانيا وكاس الممتازه الاسبانيه والبطوله الاسبانيه وكاس الممتازه الاوروبيه وكاس العالم للانديه الان مرتين مع فريق ريال مدريد. وبالتالي فريق ريال مدريد بعد اكيد للهزيمه ديالو امام فريق اف سي برشلونه يتمكن من يعني تحقيق اول لقب له على مستوى هذا السنه، وكيبقى لقب مهم ولو ان يمكن الصيغه الحاليه كتواجه بعض الانتقادات. يمكن تدفع جياني انفانتينو والاتحاد الدولي لايجاد صيغه بديله يمكن تكون اكثر جاذبيه واكثر عداله، خصوصا بان بطلي اوروبا وامريكا اللاتينيه ما كيدخلوا السباق الا من الدور النصف النهائي، وبالتالي كيكفي لاحدهما انه يلعب جوج المباريات وبالتالي كيكون بطل للنسخه. إذا الحديث بين كريم بنزيما ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيد فوزي الخجع. بنزيما واحد من اللاعبين المتميزين. هذه هي الكأس، كأس العالم للأندية نسخة المغرب، النسخة اللي كانت ناجحة بكل المقاييس، نسخة لنجاح كان تنظيميا وتقنيا وتهديفيا. اذا هنيئا لفريق ريال مدريد باللقب، لقب كأس العالم نسخة المغرب 2022. فرحة كبيرة لفريق ريال مدريد، لكريم بنزيما ولاصدقائه ولكارلو انشيلوتي بهذا اللقب الثاني له هنا على ارض المغرب، واللقب الخامس لفريق ريال مدريد هو رقم قياسي. اذا بهذه الصور الجميلة، بهذا الفرحة، بهذا التنظيم الناجح، وكذلك نشكر الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه على النقل الظاهر والنقل المتميز والاحترافي لهذه النسخه لكاس العالم للانديه. هذه الصور الجميله من هنا من المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط. اشكركم. هذه